أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والمشرفين الإداريين في هذه الحلقة، وأقول في البدء: تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الأحباب الكرام، هذه الحلقة رقم 175 بحمد الله تعالى. وقد ارتأيت في هذه الحلقة، كنت قد وعدتكم على أن نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ الأستاذ صلاح علي حامد لنكمل ما بدأناه من حديث، ولكن لانشغاله بأمور دعوية خاصة فأعتذر عدم تقديمه لكم، ولكن لنا وعد إن شاء الله في مقبل الأيام أن نستضيفه في هذه القناة المباركة. في شهر القرآن الكريم، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أفضل وأعظم ما يتحدث به وإليه هو القرآن الكريم. وقد عن لي أن نتحدث قليلا في هذه الحلقة، نكثفها عن سورة الأحزاب. ربما الوضع الذي تعيشه الأمة الإسلامية والأمة العربية وما تعانيه، والذي قد يكون دفعني للحديث عن هذه السورة ماذا قال عنها العلماء، وفي نفس الوقت يعني فيما تطرقت إليه السورة وتسميتها لماذا بالأحزاب وفضلها ومقاصدها. وفي نفس الوقت سنتحدث عن ماذا قال العلماء في تلك السورة المباركة وهم يشرحون سورة الأحزاب. يقول العلماء إن سورة الأحزاب هي السورة 33 حسب ترتيب المصحف العثماني، والسورة 90 بحسب ترتيب النزول. نعلم أن النزول كان بالمدينة وبمكة المكرمة، نزلت بعد سورة الأنفال وقبل سورة المائدة. كان نزولها على قول ابن إسحاق أواخر سنة 5 من الهجرة، وروي عن مالك أنها كانت سنة 4، وهي سنة غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، حين أحاط جماعات من قريش وبني المصطلق وبني الهون وكنانة وغطفان، وهي مدنية بالاتفاق، أي سورة الأحزاب من السور المدنية. فيما يتعلق بتسمية هذه السورة، سميت سورة الأحزاب في المصاحف وكتب التفسير والسنة، وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما بأسانيد مقبولة، ولا يعرف لها اسم غيره. ووجه التسمية أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم، أرادوا غزو المسلمين في المدينة، فرد الله كيدهم في نحورهم، وكفى الله المؤمنين القتال. قال المهامي: سميت بها لأن قصتها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متضمنة بنصره بالريح والملائكة، بحيث كفى الله المؤمنين القتال. وفي فضل سورة الأحزاب جاء في فضل بعض آيات هذه السورة أحاديث، منها ما رواه البيهقي عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، وفيه ثم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأحزاب الآية 70 71. أما الخبر الذي ذكره البيضاوي في ختام تفسيره لسورة الأحزاب، وهو قوله: قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله أو ما ملكت يمينه أعطي الأمانة من عذاب القبر. اللهم أمنا من عذاب القبر يا رب. قال المناوي في الكشف السماوي: وفيما يخص المقاصد
اشتملت سورة الأحزاب كغيرها من سور القرآن الكريم على مقاصد مهمة وغايات جليلة. نذكر منها: بدأت السورة بتقرير أصل مهم في حياة المؤمن، وهو استشعار القلب لجلال الله، والاستسلام المطلق لإرادته، واتباع المنهج الذي اختاره، والتوكل عليه وحده، والاطمئنان إلى حمايته ونصرته وتأييده. توجيه المؤمنين إلى عدم طاعة الكافرين والمنافقين، وتحمل ما ينالهم منه من أذى، والتوكل على الله، فهو سبحانه نعم الوكيل وخير النصير. قررت السورة أصلا مهما، وهو أن الإنسان لا يملك أن يتجه إلى أكثر من اتجاه واحد، ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد، وأن لا ينافق. واضطربت خطاه، أي إذا ما اتبع منهجا غير منهج الله اضطربت خطاه وسلك أضل السبيل. وما دام لا يملك إلا قلبا واحدا، فلا بد أن يتجه إلى الله واحد، وأن يتبع نهجا واحدا، وأن يدع ما عداه من مألوفات وتقاليد وأوضاع وعادات. كذلك كون الحق فيما شرع سبحانه من أحكام، لا ما اتخذه الناس من عادات وأعراف، لأنه سبحانه الخبير بما في صلاح العباد عاجلا وآجلا، فهو سبحانه الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل. تضمنت السورة إبطال عادة الظهار، وإبطال عادة التبني، وإبطال آثار المواخاة التي تمت في أول الهجرة، وردت الأمر إلى القرابة الطبيعية في الإرث والدين وما إليها. قررت السورة أي سورة الأحزاب كذلك أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أقوى ولاية، ولأزواجه حرمة الأمهات لهم، وتلك الولاية من جعل الله، فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام. تحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم، لأن أخذ العهد بذلك على جميع النبيين، أي أخذ العهد. من أهم المقاصد التي تضمنتها السورة التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد اعتبر المهايمي هذا المقصد من أعظم مقاصد القرآن الكريم. الرد على المنافقين أقوالا شنيعة قصدوا بها أذى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيان ما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب، ودفع كيد المنافقين. الثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين، ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب، ورد عنهم كيد الأحزاب والمهاجمين. كذلك تخيير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين طلب الدنيا أو طلب الآخرة، وفي ذلك توجيه للمؤمنين إلى إيثار الله ورسوله والدار الآخرة على الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها. ألمحت سورة الأحزاب إلى فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات. بيّنت السورة عزيز المشاهد أي سورة الأحزاب أن أمر المؤمنين والمؤمنات مرده إلى الله، فليس لهم منه شيء، وليس لهم في أنفسهم خيرة، إنما هي إرادة الله وقدره الذي يسير كل شيء، ويستسلم له المؤمن الاستسلام الكامل الصريح. تعرضت السورة لبعض الأحكام المتعلقة بالعلاقات الزوجية كالطلاق قبل المساس، تنظيم علاقة المسلمين ببيوت النبي وزوجاته في حياته وبعد وفاته، تقرير فرضية الحجاب والجلباب على المرأة المسلمة، تهديد المنافقين جراء بثهم الدعايات المغرضة والأخبار الكاذبة، الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه شكرا له
على هديه. تعظيم قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، أي قدره وفي الملأ الأعلى، والأمر بالصلاة عليه والسلام. وعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين، وتحذير المؤمنين من التورط في ذلك كي لا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه السلام. أوضحت السورة أن علم الساعة شأن من شؤونه سبحانه وتعالى، لا علم لأحد بها، والتلويح بأنها قد تكون قريبة. بيان المسؤولية، أي المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان عموما، وعلى عاتق المسلم بصفة خاصة، وهي التي تنهض وحدها بهذه الأمانة الكبرى، أمانة العقيدة والاستقامة عليها، والدعوة والصبر على تكاليفها، والشريعة والقيام على تنفيذها في أنفسهم وفي الأرض من حولهم. وفيما يتعلق بالتنبيه، روى الإمام أحمد عن ذر بن حبيش قال أبي بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأين تعدها؟ قلت له 73 آية. فقال: لقد رأيتها، وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها، أي قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. قال محققو المسند: إسناده ضعيف. قال ابن كثير: وهو يقتضي أنه قد كان فيه قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا. وقد تعقب القاسمي قول ابن كثير فقال: كان يصح هذا الاقتضاء لو كان هذا الأمر أثرا صحيحا، أما ولم يخرجه أرباب الصحاح فهو من الضعف بمكان. وكذلك روى القاسمي ابن سلام بسنده، وابن الأنبار بسنده عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا ما هو الآن. قال ابن عاشور تعليقا على هذين الخبرين: وكلا الخبرين ضعيف السند، ومحمل الخبر الأول عند أهل العلم أن أبي حدث عن سورة الأحزاب قبل أن ينسخ منها ما نسخ، فمنه ما نسخت تلاوته وحكمه، ومنه ما نسخت تلاوته خاصة مثل آية الرجم. وإن صح عن أبي ما نسب إليه فما هو إلا شيئا كثيرا من القرآن الكريم. كان أبي يلحقه بسورة الأحزاب، وهو من سورة أخرى من القرآن، مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب، أغراضا ولهجة مما فيه ذكر للمنافقين واليهود. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على طريقة واحدة في ترتيب آي القرآن الكريم، ولا في عد سوره وتقسيم سوره، ولا في ضبط المنسوخ لفظه. كيف وقد أجمع حفاظ القرآن والخلفاء الأربعة وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الذين شذوا على أن القرآن هو الذي في المصحف، وأجمعوا في عدد آيات القرآن على عدد قريب بعضه من بعض. أيها الأحباب الكرام، هذا ما وردت أو وددت أن أقرأه مما كتب عن سورة الأحزاب فيما يتعلق بالتنبيه الذي ورد فيها، بالتنبيهات حقيقة، وكذلك المقاصد والفضل والتسمية وسورة الأحزاب. بعد فاصل قصير أيها الأحباب الكرام سأعود ونقرأ سورة الأحزاب، ونقدم لكم الشرح الذي تقدم به الشراح. فكونوا معنا أيها الأحباب الكرام، وهذه قناة سلام الإعلامية المباركة. في حلقة من برنامج مع اللغة العربية اخترت أن أتحدث عن سورة الأحزاب، وأقدم قراءة لسورة الأحزاب مع الشروح المقتضبة جدا إن شاء الله. فكونوا معنا أيها الأحباب الكرام.
أيها الأحباب الكرام، أهلا بكم إلى قناة سلام الإعلامية المباركة. الآن نقرأ من سورة الأحزاب ونقدم بعض الشروح والشروح المقتضبة كما ورد في تفسير العلماء. تبدأ الآية أو السورة: يا أيها النبي اتق الله. وفي قراءة أخرى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي دم على تقوى الله بالعمل بأوامره واجتناب محارمه، وليقتدي بك المؤمنون لأنهم أحوج إلى ذلك منك، ولا تطع الكافرين وأهل النفاق إن الله كان عليما بكل شيء حكيما في خلقه وأمره وتدبيره. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. اتبع ما يوحى إليك من ربك من القرآن والسنة النبوية إن الله مطلع على كل ما تعملون ومجازيكم به لا يخفى عليه شيء من ذلك. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لأحد من البشر من قلبين في صدره وما جعل زوجاتكم اللاتي تظاهرون منهن في الحرمة كحرمة أمهاتكم. والظهار عزيزي المشاهد أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، وقد كان هذا طلاقا في الجاهلية، فبين الله أن الزوجة لا تصير أما بحال. وما جعل الله الأولاد المتبنين أبناء في الشرع، بأن الظهار والتبني لا حقيقة لهما في التحريم الأبدي، فلا تكون الزوجة المظاهر منها كالأم في الحرمة، ولا يثبت النسب بالتبني من قول الشخص للدعي هذا ابني بالتبني، فهذا كلام بالفم لا حقيقة له ولا يعتد به. والله سبحانه يقول أي يقول الحق ويبين لعباده سبيله ويرشدهم إلى طريق الرشاد. عزيزي المشاهد، ويوضح المولى أكثر فيقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أنسبوا أدعياءكم لآبائهم وهو أعدل وأقوم عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فادعوهم إذن بأخوة الدين التي تجمعكم بهم، فإنهم إخوانكم في الدين ومواليكم فيهم، وليس عليكم إثم فيما وقعتم فيه من الخطأ لم تتعمدوه، وإنما يؤاخذكم الله إذا تعمدتم ذلك، وكان الله غفورا لمن أخطأ رحيما لمن تاب من ذنبه. وفي الآية السادسة من سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين وأقرب لهم من أنفسهم في أمور الدين والدنيا، وحرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كحرمة أمهاتهم، فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده أبدا، وذوي القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيمان والهجرة. وكان المسلمون في أول الإسلام يتوارثون بالهجرة والإيمان
دون الرحم، ثم نسخ ذلك بآية المواريث. إلا أن تفعلوا أيها المسلمون إلى غير الورثة معروفا بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصية، كان هذا الحكم المذكور مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ، فيجب عليكم العمل به. ومن الآية وجوب كون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من نفسه، ووجوب كمال الانقياد له، وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم، وأن من سبهن فقد باء بالخسران المبين. سبحان الله. وفي الآية السابعة من سورة الأحزاب يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. واذكر أيها النبي حين أخذنا من النبيين العهد المؤكد بتبليغ الرسالة، وأخذنا الميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وهم أولو العزم من الرسل على المشهور. وأخذنا منهم عهدا مؤكدا بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وأي يصدق بعضهم بعضا. لماذا؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. أخذ الله ذلك العهد من أولئك الرسل ليسأل المسلمين عما أجابتهم به أممهم، فيجزي الله المؤمنين الجنة، وأعد للكافرين يوم القيامة عذابا شديدا في جهنم والعياذ بالله. يا أيها النبي، أو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا. أقرأ الآية مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا معشر المؤمنين، اذكروا نعمة الله تعالى التي أنعمها عليكم في المدينة أيام غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق، حين اجتمع عليكم المشركون من خارج المدينة واليهود والمنافقون من المدينة وما حولها، فأحاطوا بكم، فأرسلنا على الأحزاب ريحا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم، وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها فوقع الرعب في قلوبهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه من ذلك شيء. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. اذكروا إذ جاءوكم من فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق، ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة المغرب، وإذ شخصت الأبصار من شدة الحيرة والدهشة، وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب، وغلب اليأس المنافقين وكثرة الأقاويل، وتظنون بالله الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في ذلك الموقف العصيب اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم، وعرف المؤمن من المنافق، واضطربوا اضطرابا شديدا بالخوف والقلق ليتبين إيمانهم ويزيد يقينهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والعياذ بالله. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم شك، وهي سنة الله في خلقه، موجودون في هذا العصر منافقون والذين في قلوبهم شك وهم ضعفاء الإيمان، ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين إلا باطلا من القول وغرورا، فلا تصدقوه. وإمعانا لكشفهم وفضحهم
يؤكد المولى عز وجل في الآية 13: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. واذكر أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول طائفة من المنافقين منادين للمؤمنين من أهل المدينة يا أهل يثرب، وهو الاسم القديم للمدينة المنورة: لا إقامة لكم في معركة خاسرة فارجعوا إلى منازلكم داخل المدينة. ويستأذن فريق آخر من المنافقين الرسول صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى منازلهم بحجة أنها غير محصنة عورة، فيخشون عليها، والحق أنها ليست كذلك، وما قصدوا بذلك إلا الفرار من القتال. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخل جيش الأحزاب المدينة من جوانبها ثم سئل هؤلاء المنافقون الشرك بالله والرجوع عن الإسلام لأجابوا إلى ذلك مبادرين، وما تأخروا عن الشرك إلا يسيرا. هذه السورة الفاضحة: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندق لا يفرون إن شهدوا الحرب ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد، ولكنهم خانوا عهدهم، وسيحاسبهم الله على ذلك ويسألهم عن ذلك العهد، وكان عهد الله دوما مسؤولا محاسبا عنه. يفضحهم الله أكثر: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل أيها النبي لهؤلاء المنافقين: لن ينفعكم الفرار من المعركة خوفا من الموت أو القتل، فإن ذلك لا يؤخر آجالكم، وإن فررتم فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم المحدودة، وهو زمن يسير جدا بالنسبة إلى الآخرة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قل يا أيها النبي لهم: من ذا الذي يمنعكم من الله أو يجيركم من عذابه إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، فإن المعطي المانع الضار النافع هو الله، ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يواليهم ولا نصيرا ينصرهم. وتواصل الآية الكريمة فتقول: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. إن الله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل الله والقائلين لإخوانهم تعالوا وانضموا إلينا واتركوا محمدا فلا تشهدوا معه قتالا فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه، وهم مع تخذيلهم هذا لا يأتون القتال إلا نادرا رياء وسمعة وخوف الفضيحة، ولكن الله فضحهم في كتاب سيتلى إلى أزل الآزلين وأبد الآبدين. في الآية 19: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. بخلاء: أشحة عليكم بخلاء عليكم
أيها المؤمنون، أولئك المنافقون، بالمال والنفس والجهاد والمودة لما في نفوسهم من العداوة والحقد، حبا في الحياة وكراهية الموت. فإذا حضر القتال خافوا الهلاك، ورأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم لذهاب عقولهم خوفا من القتل وفرارا منه، كدوران عين من حضره الموت. فإذا انتهت الحرب وذهب الرعب رموكم بألسنة حداد، أي ألسنة مؤذية، وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدا. أولئك لم يؤمنوا بقلوبهم فأذهب الله ثواب أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه الآية كأنها تتحدث عن هذا العصر الذي نعيشه، والسورة كلها المنافقون، أي سورة الأحزاب تتحدث عن المنافقين والمخاذلين. يقول الحق سبحانه وتعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وكانهم مهتمين بأخبارهم، يسألون وكالات الأنباء وغيرها. يظن المنافقون أن الأحزاب الذين هزمهم الله تعالى شر هزيمة لم يذهبوا، ذلك من شدة الخوف والجبن. ولو عاد الأحزاب إلى المدينة لتمنى أولئك المنافقون أنهم كانوا غائبين عن المدينة بين أعراب البادية، يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا معكم إلا قليلا، لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسون بها، فالزموا سنته، فإنما يسلكها ويتأسى بها من كان يرجو الله واليوم الآخر وأكثر من ذكر الله واستغفاره وشكره في كل حال. هذا هو دستور الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شوف القواعد دي واللغة والإعراب مهم جدا. يعني لو قلبنا هسه الفاعل خليناه مفعول به نعكس الآية ونقلب الحكم الإلهي الذي ورد في هذه الآية، وبالتالي نحرف الكلمة عن مواضعه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، تسليما لأمر الله. ولما شاهد المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا حول المدينة وأحاطوا بها تذكروا أن موعد النصر قد قرب، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحنة والنصرة. فأنجز الله وعده وصدق رسوله فيما بشر به، وما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه وانقيادا لأمره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أبدا. من المؤمنين رجال أوفوا بعهودهم مع الله تعالى
وصبروا على البأساء والضراء وحين البأس، فمنهم من وفى بنذره فاستشهد في سبيل الله أو مات على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر إلى أن تقوم الساعة، إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه كما غيره المنافقون، أولئك المعنيون في هذه الآية. والقرآن الكريم يتلى لأن أحداثه تتجدد. ما أكثر المنافقين اليوم في أمة الإسلام. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ليثبت الله أهل الصدق بسبب صدقهم وبلائهم وهم المؤمنون، ويعذب المنافقين إن شاء تعذيبهم بأن لا يوفقهم للتوبة النصوح قبل الموت فيموتوا على الكفر كما مات عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم، فيستوجب النار لأنهم ماتوا على الكفر، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة. إن الله، وهم على قيد الحياة ليس بعد الممات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله كان غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم إذا تابوا رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة النصوح. ويقول الحق سبحانه وتعالى في الآية 25 من سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله أحزاب الكفر عن المدينة خائبين خاسرين مقتاضين، لم ينالوا خيرا في الدنيا ولن ينالوا خيرا في الآخرة، وكفى الله المؤمنين القتال بما أيدهم به من الأسباب، وكان الله قويا لا يغالب ولا يقهر عزيزا في ملكه وسلطانه. لا بد أن تختتم الآية بالقوة والعزة. وكما ورد في السير أن أحد الأعراب لم يدخل الإسلام بعد ولم يستمع إلى القرآن، فكان يستمع إلى أحد المسلمين وهو يقرأ، فقال بنهاية الآية قلبها بعبارات كما لم ترد في القرآن الكريم، فذلك الجاهلي قال له: قل كذا كذا، ما يتطابق مع القرآن. فقال له: أقرأت؟ أنا لم أسلم بعد فيما ورد. قال له: لغة عربية هكذا ينبغي أن تكون. فأن الله سبحانه وتعالى رد أولئك الكافرين بغيظهم الذين لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال بما أيدهم به من نصره، وكان الله قويا عزيزا. والقوة والعزة، القوة لله والعزة للمؤمنين كذلك، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إن شاء الله في يوم من الأيام نأتي برضو نتحدث عن سورة المنافقون. وأنزل الله الذين ظاهروه من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أنا أشك في أن هؤلاء المتخاذلين اليوم من المنافقين من أعوان الكفرة والمردة اليهود ومن عاونهم من أصحاب الشرك والكفر وملة الجبروت. والله أنا أشك أن هؤلاء الناس لم يقرأوا القرآن، وإذا قرأوا لم يفهموا أو لم يريدوا أن يفهموا. هذا القرآن واضح جدا يعني، فلا يمكن أن تجد إنسان قرأ القرآن وفهم وتدبر معانيه وينافق بعد ذلك ويكفر بما ورد في كتابه العزيز. ولكنها سنة الله في أن لا يوفق المنافقين وهم على قيد الحياة
أن يتوبوا ويعودوا إلى رشدهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أنزل الله يهود بني غريظة من حصونهم لإعانتهم الأحزاب في قتال المسلمين، وبني قريظة ساعتئذ هم على عهد مع المسلمين، وألقى في قلوبهم الخوف فهزموهم، تقتلون منهم فريقا وتأسرون فريقا آخر. وصياصي القوم هم يعني سفهاءهم. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وملككم الله أيها المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يذكر أولئك المؤمنين، لأنه تذكير الإيمان تذكير بالسير بما ذهب بما عايشوه من قبل، أن الإنسان نساه يعني. فالله سبحانه وتعالى يذكر أولئك المؤمنين ويفضح أولئك المنافقين. يقول لهم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ملككم أيها المؤمنون أرضهم ومساكنهم وأموالهم المنقولة كالحلي والسلاح والمواشي، وغير المنقولة كالمزارع والبيوت والحصون المنيعة، وأورثكم أرضا لم تتمكنوا من وطئها من قبل، فلمنعتها وعزتها عند أهلها، لكن كان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي اجتمعن عليك يطلبن منك زيادة النفقة إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. ألم يكن يكفيهن أن يكون أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنها طبيعة النساء يعني. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي درس للمرأة المسلمة عموما، لكن ويوضح اصطفاء أمهات المؤمنين واحترامهن. قال: يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي اجتمعن عليك يطلبن منك زيادة النفقة إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأقبلن أمتعكن شيئا مما عندي في الدنيا وأفارقكن دون ضرر أو إيذاء. يعني وضوح وصراحة، والديمقراطية كذلك واضحة جدا، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، أجرا عظيم كبير. وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وما أعد الله لكن في الدار الآخرة فاصبرن على ما أنتن عليه من الفاقة ومن الصبر ومن التحلي وأطعنا الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن ثوابا عظيما. وقد اخترنا أمهات المؤمنين الله ورسوله وما أعد الله لهن في الدار الآخرة. طبعا قلنا نحن اخترنا الله ورسوله. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي من يأتي منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب مرتين وحاشاهن. فلما كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل الله الذنب الواقع
منهن عقوبته مغلظة لجنابهن وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك العقاب على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن تطع منكن الله ورسوله وتعمل بما أمر الله به نعطها ثواب عملها مثلي ثواب عمل غيرها من سائر النساء وأعددنا لها رزقا كريما، وهو الجنة، وما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحيانا يندهش الإنسان لما يشاهد مناظر جميلة وخلابة ومباني فخمة وشيء يبهر. الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك أو سخر عبده في هذه الدنيا لنتصور جنات الله سبحانه وتعالى ونعيمها كيف هي، ما لا عين رأت، هذه العيون التي تنبهر بما تراه، فتخيل ما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما هو الأشياء ماذا هي؟ إما أن تراها ما لا عين رأت أو أن تسمع بها ولا خطر على قلب بشر أو يخطر ببالك. هذه هي الأشياء، محسسات الأشياء ثلاثة. فالجنة التي عرضها السماوات والأرض والجنان حقيقة أبهر وأجمل مما نرى في هذه الدنيا وننبهر بها ونكتب فيها الأشعار والآيات وتنبهر. فالجنة هي أكثر من ذلك، أي رزقا وصفها الله سبحانه وتعالى رزقا كريما. وهنالك رزق غير كريم حقيقة. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب في الآية 32، ويمكن نختم الحديث بعد قليل من الآيات: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. شرطية لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي محمد لستن في الفضل والمنزلة كغيركن من النساء، كغيركن من النساء إن عملتن بطاعة الله وابتعدتن عن معاصيه، فلا تتحدثن مع الأجانب بصوت لين يطمع الذي في قلبه مرض ومرض في الشهوة الحرام، وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وقلن قولا معروفا، أي قلن قولا بعيدا عن الريبة لا تنكره الشريعة بأي شكل من الأشكال. وما أكثر المتبرجات بزينة أو بغير. ولا تزال الآيات تتحدث وتتوجه إلى أمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن. يعني نحن لو مسكنا الآيات: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، بدأت ثم ومن يقنت منكن لله ورسوله، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، والتوجيه الآخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والزمن بيوتكن ولا تخرجن منها إلا لحاجة ولا تظهرن محاسنكن كما كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة عن الإسلام، وهو خطاب للنساء المؤمنات في كل عصر. وأدينا يا نساء النبي الدين الصلاة كاملة في أوقاتها، وأعطينا الزكاة كما شرع الله، وأطعنا الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، إنما أوصاكن الله بهذا ليزكيكن ويبعد عنكن الأذى والسوء والشر يا أهل بيت النبي، ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام، ويطهر نفوسكن أي نفوسكم غاية الطهارة.
ويطهركم تطهيرا. واذكرن، لا تزال التوجيهات تترى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعملن به وقدرهن حق قدره، فهو من نعم الله عليكن. إن الله كان لطيفا بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والسنة، خبيرا بكن أي الله سبحانه وتعالى إذ اختاركن لرسوله أزواجا. لم يختار النبي صلى الله عليه وسلم، كل فعله كان أمرا من الله سبحانه وتعالى، والله خبير بمن خلق فاختارهن. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ماذا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل المجموعة هذه. إن المنقادين لأمر الله والمنقادات والمتصدقين والمتصدقات والصادقين والصادقات والمطيعين لله ورسوله والمطيعات والصادقين في أقوالهم والصادقات والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات والخائفين من الله والخائفات والمتصدقين بالفرض والنفل والمتصدقات والصائمين في الفرض والنفل والصائمات والحافظين فروجهم عن الزنا ومقدماته وعن كشف العورات والحافظات والذاكرين الله كثيرا بقلوبهم وألسنتهم والذاكرات، أعد الله لهؤلاء مغفرة لذنوبهم وثوابا عظيما لهم ولهن، وهو الجنة. ثوابا عظيم وهنالك رزقا كريما، لهم مغفرة وأجرا عظيما. أجرا عظيما الجنة، ورزقا كريما الجنة. ويقول الحق سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكما أن يخالفوه بأن يختاروا غير الذي قضى فيه، ومن يعص الله ورسوله فقد بعد عن طريق الصواب بعدا ظاهرا، ما فيه مواربة. والله ربما وهكذا وأفتكر وأظن الحلال بين والحرام بين. ويقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. جاء في قضية زيد بن حارثة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذ تقول أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم للذي أنعم الله عليه بالإسلام وهو زيد بن حارثة الذي اعتقه وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعمت عليه بالعتق، اعتقه لوجه الله: أبق زوجك زينب بنت جحش ولا تطلقها، واتق الله يا محمد
واتق الله يا زيد، وتخفي يا محمد في نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد لزوجته وزواجك منها، والله تعالى مظهرا ما أخفيت، وتخاف المنافقين أن يقولوا انظروا إلى محمد فقد تزوج مطلقة متبناه، والله تعالى أحق أن تخافه. فلما قضى زيد منها حاجته وطلقها وانقضت عدتها زوجناكها لتكون أسوة في إبطال عادة تحريم الزواج بزوج المتبنى بعد طلاقها. ولا يكون على المؤمنين إثم وذنب في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنونهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم، وكان أمر الله مفعولا لا عائق له ولا مانع، وكانت عادة التبني في الجاهلية ثم أبطلت بقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله في آية أخرى. في نفس هذه الآية سنقرأها بعد قليل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، إن لم يكونوا آباؤكم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ما كان ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله في الآية 38. يقول الله عز وجل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم محمد من ذنب فيما أحل الله له من زواج امرأة من تبناه بعد طلاقها كما أباحه للأنبياء قبله، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا لا بد من وقوعه. عزيزي المشاهد، أنا سأتوقف هنا، ربما نأتي ونكمل هذه السورة المباركة من سورة الأحزاب. توقفنا في الآية 39 وسنكمل الحديث بحوله تعالى في الحلقة المقبلة أو حلقة ما بعد العيد إذا أمد الله في الآجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي وإياكم على خير. يقول الحق سبحانه وتعالى أيضا في محكم تنزيله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. بهذه الآية دوما أختتم برنامج مع اللغة العربية وأفتح بها البرنامج. اليوم تبركنا أكثر بتلاوة آيات من سورة الأحزاب، سورة الخندق، ربما يعني ربطا بما نعانيه نحن كمسلمين هذه الأيام من تخاذل أولئك المنافقين والمرجفين يعني المحسوبين على الإسلام من نصرة إخواننا في فلسطين وأينما استضعف المسلمون. وما أكثر المسلمون المستضعفون أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحاه كما قال الشاعر، وأن اتجهت إلى أمة الإسلام أينما كانوا مستضعفون لا حول لهم ولا قوة، لأن يعني المنافقون كثر ولكن الله سبحانه وتعالى مظهرا وحافظا دينه. إن الدين عند الله الإسلام. أيها الأحباب الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم أحمد الشريف معد ومقدم هذا البرنامج من قناة سلام الإعلامية المباركة، وتقبلوا تحيات زملائي الفنيين والإداريين، وأتقدم بأحر التهاني والتبريكات للفريق المبارك الذي يعمل في هذه القناة من صحفيين وشيوخ وفضلاء، شيوخ أجلاء يعملون ليل نهار لنشر دينه وتوعية أمة الإسلام بمختلف اللغات العربية والتجرينية. لذلك الفريق المبارك أحييهم تحية عاطرة وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وأثابكم الله على ما تقدموه. إن شاء الله لو وفقنا سنفتح نافذة على الفريق الذي يعمل في هذه القناة المباركة، نستضيف عددا منهم ونتحدث عن تحديات وكيف يسير العمل الإعلامي المبارك، هذا العمل الدعوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا ولكم من أمورنا ما تيسر وما قدر إن شاء الله. هكذا أطوي معكم هذه الصفحة. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والمشاهدة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.